السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناة. النهاردة عندنا حلقة مختلفة خالص هنتكلم فيها على دوري القسم الثالث، وبالأخص على نادي أطفيح الرياضي. احنا عارفين ان الدوري في القسم الثالث بدأ واتلعب منه ماتشين. نادي أطفيح لعب ماتشين. اول ماتش لعب مع نادي اسمنت حلوان وقدر يفوز عليه على ملعبه بنتيجه كويسه واداء كويس. عندهم مجلس اداره محترم جدا ومساند ومداعم للفرقه، عندهم مدير فني كويس جدا جدا كابتن شوقي، عندهم جهاز اداري كويس جدا، وعندهم جهاز فني محترم جدا جدا. اللي عجبني في نادي اطفيح عندنا لعيبه سنها صغير، لعيبه كويسه جدا، وان شاء الله باذن الله اتمنى اشوف اللعيبه دي في الموسم الجاي في في الدوري الممتاز به ان شاء الله باذن الله. طيب الماتش الاولاني اتلعب على ملعب اطفيح. احنا عارفين الملعب بتاع اطفيح ملعب نجيل صناعي، اللعيبه متعودين عليه، والكلام ده هنعوزه عشان المباريات اللي بعد كده. طيب كابتن شوقي لعب بطريقه 4-2-3-1، طريقه هجوميه. قدر الراجل يحقق فيها مكسب كويس على نادي اسمنت حلوان، ونتيجه نتيجه كويسه واداء كويس. لعب باحمد نبيل ووليد ليسي، ابو خيري، بليا، كريم، احمد شوقي، وعمر صلاح، واسلام، وعمر فاروق، وهشه، وفليكس. وان شاء الله باذن الله اللعيبه دي باذن الله ان شاء الله مع نهاية الموسم هنقدر نشوف لعيبة منهم ينتقلوا لفرق تانية ان شاء الله بإذن الله، واللعيبة دي ليها مستقبل كويس ان شاء الله بإذن الله، ونتمنى لهم الخير ان شاء الله بإذن الله. المباراة التانية كانت مع نادي حلوان العام، وكانت على ملعب نادي حلوان العام، وللأسف ما كانش فيه توفيق كبير قوي في الماتش ده. الماتش ده انا تابعته من الملعب، وكابتن شوقي لعب ب 4-4-2 والشوط الاول، وفي الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني وغير طريقه اللعب. كنا نقدر في الشوط الاول نحرز اكتر من هدف، لان فيليكس جاله هجمه هو والجون للاسف حطها بره. كوره جت في بطن العارضه وكانت المفروض تخش جون، طلعت بره. كوره لهشه حطها بهده، للاسف طلعت بره، مع ان كان في المرمى مساحه اللي هو يقدر يحطها في الجون، بس قدر الله وما شاء فعل. والمطوشه اللي جايه ان شاء الله باذن الله نقدر نعوض باذن الله النتيجه اللي حصلت دي. اللعيبه كويسه ان شاء الله باذن الله، لعيبه واقفه على رجليها بسم الله ما شاء الله. 90 دقيقه اللعيبه مستواها الفني ومستواها البدني والذهني كويس جدا. ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم الخير في المطوشه الجايه. طيب كابتن شوقي لعب برضو الماتش ده، بدا باحمد نبيل وبدا بعمرو خالد. هو التشكيل ده غير التشكيل، بدا بتشكيل غير تشكيل المباراه الاولى، وده كويس. يعني الروتيشن بتاع اللعيبه ده كويس مع الموسم ومع المباريات ومع الحاجات دي، مع الاستمراريه والكلام ده كله، هتلاقي اللعيبه دي كلها جاهزه ان شاء الله باذن الله، ونقدر نشوف فريق قوي ان شاء الله بينافس في الدوري باذن الله. طيب لعب باحمد نبيل، لعب بعمرو خالد، لعب ببليا، محمود خيري، وليد ليسي، عمر صلاح، واحمد شوقي، وكريم عبد الحميد، واسلام، وهشه، وفليكس. فليكس ده لعيب كويس جدا، راس حربه كويس جدا. اي نعم ضيع كام كوره كده في الماتش اللي فات، بس ان شاء الله باذن الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى له اللي هو يحرز اهداف في المباريات الجايه ان شاء الله باذن الله، واللعيبه تكتسب الخبره وتكتسب ثقه في النفس. وان شاء الله باذن الله هم ان شاء الله باذن الله على قد الثقه وعلى قد ان شاء الله باذن الله المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله نشوفهم في مستوى افضل من كده في المباريات القادمه. وان شاء الله باذن الله نتمنى لهم الفوز والتوفيق في المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. الشوط الاول بتاع نادي حلوان العام كان شوط قوي جدا. النادي اطفيح كان فريق ند قوي جدا امام نادي حلوان العام. ونادي حلوان العام احنا عارفين اللي هو فريق متميز وفريق متمارس في اللعب في الدوري بتاع القسم الثالث، وعندهم لعيبه كويسه جدا جدا. وقدر فريقنا باذن الله يحقق
المطلوب منهم في الملعب، وان شاء الله باذن الله نتمنى لهم المزيد. خساره ماتش مش خساره الدوري، ولا ان شاء الله باذن الله عدم الصعود والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله هنتمنى لهم التوفيق ونساندهم ان شاء الله باذن الله. عندنا ماتش ان شاء الله باذن الله نادي اطفيح مع نادي الصيد، هيكون على ملعب اطفيح، هيكون يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله الساعه 4 العصر. اتمنى من جماهير ومن ناس اهالينا في نادي في اطفيح اللي هم ييجوا الملعب ويساندوا اللعيبه من قرب، وندعم الفريق وندعم النادي. وان شاء الله باذن الله مع الدعم ومع المسانده من الجماهير بتاعه اطفيح، واحنا عارفين نادي اطفيح وعارفين اطفيح فيها ناس كتير قوي بتشجع كوره وفي ناس محبه للنادي. نساند اللعيبه ونساند الفريق، نساند مجلس الاداره، ونساند المدير الفني والجهاز الفني والجهاز الاداري. وان شاء الله باذن الله هنشوف فرقه كويسه تقدر تنافس، وان شاء الله باذن الله في ظهرهم ونتابعهم وان شاء الله باذن الله ونتمنى لهم الخير. في النهايه بشكر حضراتكم واتمنى من حضراتكم الاشتراك عندي في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.